نانا نانا، يعني ايه تعاون؟ الله، تعالي وانا احكي لك حدوته حلوه عن التعاون. كان يا مكان يا ساده يا كرام، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. شاطره يا فيدا. كان في 3 بنات حلوين قوي، ميرا ولينا ونادين. كل يوم بيروحوا المدرسه مع بعض، وهم داخلين المدرسه مبسوطين. نادين فرحانه بالشنطه الجديده، لين بتحكي انها نسيت اللعبه بتاعتها، ونادين بتفكر في واجب اللي عليها وبتراجعه. دخلت المس قالت يا جماعه النهارده كلكم هتشتركوا مع بعض وتعملوا مشروع جماعي لازم تتعاونوا فيه، والمشروع يكون بيتكلم عن النظافه. اجتمعت ميرا ولينا ونادين وعملوا فريق واحد. ميرا اقترحت تعمل لفتة فيها رسومات عن النظافة ونعلقها في الممرات، ولينا قالت هنوزع مناديل ومعقمات صغيرة للأطفال في الفسحة. نادين اقترحت نعمل فيديو صغير نشرح فيه أهمية النظافة ونشارك في كل فصل. بدأوا يشتغلوا مع بعض. ميرا رسمت اللفتات بألوان جميلة جدا، ولينا رتبت المناديل والمعقمات في أكياس صغيرة وحطتها في كراتين، ونادين كتبت سكريبت بسيط وساعدت في تصوير الفيديو. في نهاية اليوم عرضوا الفكرة على الفصل، وكل الأطفال اتبسطوا جدا منهم، والمس قررت تطبق فكرتهم في الأسبوع اللي بعده. المس قالت لهم لما نتعاون مع بعض ونستخدم مواهبنا مع بعض نقدر نعمل فريق كبير. وخرجت ميرا ولينا ونادين من المدرسة وهم فرحانين، ومش بس علشان فكرتهم نجحت، لكن عشان عرفوا إن كل واحد فيهم ليه دور مهم، وإن التعاون بيخلي الحاجات الصغيرة تبقى عظيمة. توتة توتة وفرغت الحدوتة، بس النظافة ما انتهتش، لازم نتعاون مع بعض. قولولي في التعليقات انتوا بتتعاونوا مع بعض في البيت ولا لأ؟ عشان بيبة حبيبتي بتساعد مامتها في البيت. باي.